انا عايزك توصل بدري يا كبير. الخبرة راس مالك الحقيقي، يعني خد خبرتك من الحياة دلوقتي وانت لسه صغير. اشتغل كل يوم على حاجة واحدة بس، جمع الخبرة من الحياة. اعظم شيء تعمله في حياتك كلها الاستثمار في نفسك. حب واتعرف على البنات، ادخل تجارب، اشتغل، اتعرف على ناس، ادخل علاقات، اسأل كتير، خليك فضولي. اتعلم من كل شيء حاجة جديدة. روح زور أماكن جديدة، روح السوق لوحدك، فاصل واشتري واتكلم مع البياعين. صاحب على النت ناس نظيفة أكبر منك واتعلم من خبرتهم. في الحياة جرب حاجات جديدة. عارف العيل اللي متربي في الشارع؟ أراهنك إن دماغه فاهمة الدنيا أكتر من شاب معاه كلية. أنا عايزك تكون فاهم الدنيا بشكل عملي، جايبها من تحت، مش نظري وكلام كتب من التعليم. اسأل والدك أو أي حد بتحبه في كل شيء، واسمع إجابته كويس جدا واحتفظ بيها. في يوم من الأيام هو هيموت، وهتفضل نصيحته ليك هي اللي عايشة. أنا عايز مخك يفضل شغال يوميا، بيفكر، بيستنتج، بيحلل. حاول كل يوم تقرأ أي شيء في الموبايل. وهقول لك بقى على حاجة أنا عاملها: اشتري موبايل رخيص خالص وإمكانياته ضعيفة على قده، تستخدمه في القراية بس وكتابة ملاحظاتك وأي شيء بتفكر فيه، ويكون معلهوش واتس، والفيس يكون محدش يعرفك عليه. ده هيفصلك عن الدوشة والعالم كله وهتركز. اعتبره موبايل للاستثمار في نفسك، وموبايلك القديم خليه عادي للشعب. وخليك فاكر، لو ما سألتش مش هتعرف الإجابة. اسأل دايما في كل حاجة بتخطر على بالك. كنت وانا في بداية العشرين بتعرف على شباب في سني عارفين كويس هم عايزين ايه من الحياة، ومحددين كويس اهدافهم وفاهمين نفسهم قوي. كنت بستغرب، هو انا ليه تايه ومش زيهم؟ لحد ما عرفت الفرق بيني وبينهم وقتها. الشباب دول قدروا يوصلوا بدري وجمعوا الخبرة بدري، وانا وصلت متأخر. خلي مخك سابق سنك والزمن اللي انت فيه. خد النصيحة الذهبية دي: لو انت ما رحتش للحياة بنفسك وطلبت منها العلم والخبرة، هي هتفاجئك وهتعلمك غصب عنك وتمرمطك كمان. واجه الحياة، اعتبرها وحش. قابلها قبل ما هي ما تقابلك، واجهها قبل ما هي ما تواجهك، خزوقها قبل ما هي ما تخزوقك، روح لها قبل ما هي ما تجيلك. ولو اتعرفت على حد وما اتعلمتش منه اي حاجة، انا بقول لك اقطع علاقتك بيه فورا. انت هنا في قناتي، لو ما اتعلمتش مني حاجة او ما استفدتش مني حاجة هتكمل معايا؟ اكيد لا، هتروح تشوف حد تاني. اعتمد ده في حياتك بقى. ما تنساش اللايك والاشتراك وتصلي على سيدنا محمد في التعليقات.